يا مساء الخير، يا مساء الفل والياسمين عليكم يا حبايب قلبي. يا مساء الصباح اللي كله شغل وروتين على الصبح. طبعا لما صحيت لقيت ولادي كلهم نايمين، وعارفه ومتاكده ان لو صحيت حد يروح يجيب شويه طلبات محدش هيرضى. لبست انا وقلت اجيب طلبات من المحل اللي جنب الشقه على طول. جبت الطلبات وجيت لقيت زوزة فاتحه باب الشقه وقاعده وصاحيه ومستنياني بتدور عليا. تقولي انتي رحتي فين يا ماما؟ مش خليتي حد من خواتي يروح ليه؟ قلت لها ما كانوا نايمين ومحدش هيقوم يا زوزة وانا عايزه اجهز غدا. رحت طبعا جبت بسبوسه وسكر وزبادي، لان الولاد كانوا عايزين حلو، فانا قلت اعمله في البيت احسن بكتير واوفر من بره. وفي الكيس ده طبعا هتشوفوا دلوقتي جبنا مكرونه. جبت المكرونه دي عشان اعمل بيها برضو اكله في يوم، اعمل بيها مكرونه بشاميل. وجبت كيلو سمنه، وجبت كيسين لبن، وشويه حاجات من عند العطار. وهنا بقى جبت كيلو جلاش. بصراحة كنت عايزة اعمل صينية جلاش باللحمة، قلت ما اجيب الجلاش ويكون عندي احسن. وطلعت البيض دوت عشان اعمل بيه حاجة هتشوفوها في الفيديو. الكيس ده فيه ايه يا ميسة؟ تعالوا اقول لكم بقى الكيس ده فيه ايه. الكيس ده فيه لحمة مفرومة، جبت نص ونص. وده بقى البصل. انتوا عارفين طبعا انا مش هتكلم ولا هقول حاجة. ما شاء الله دول لوحدهم كده ممكن يعملوا كام. عايزاكم بقى في التعليقات تعرفوني دول كده ممكن انا اكون جايباهم بكام بالنسبه للاسعار اللي احنا فيها. وهنا بقى لقيت المطبخ زي ما انتوا شايفين كده. طبعا قلت اغسل المواعين بسرعه كده على السريع، عشان طول ما انا في المطبخ ما بعرفش اطبخ ولا اعمل اي حاجه الا لما اشطب المطبخ. واجت زوزة يا ماما خلي اخواتي يقوموا يغسلوا المواعين، قلت لها لسه هنادي هغسل انا عشان اشوف ورايا ايه واخلص. وهنا بقى لقيت البوتاجاز ده من ساعه ما اتعشوا عليه طبعا مش عملوه، بيسهروا بقى طول الليل. قلت كده انضفه بسرعة كده على السريع. وبعد ما نضف البوتاجاز على طول هنروح نعمل اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي. ايه هو يا ميسة؟ انا قلت هعمل صينية كيك عشان زوزة عمالة تطلب مني صينية كيك. طب ده ايه يا ميسة؟ دي الشوكولاتة اللي انا هعملها. وبعدين جبت كوباية سكر وكوباية لبن، هنزل بيهم في الكبة زي ما انتوا شايفين. وهنا نزلت بكوباية الكاكاو وضربتهم مع بعض. وبعد ما ضربتهم هنزل طبعا بكوباية الزيت دي، هي دي بقى اللي هتقل معايا الشوكولاتة وهتخليها جميلة جدا، وهتبقى زي الشوكولاتة النوتيلا بالظبط اللي احنا بنجيبها من بره. ولو انا عايزة طعم نفس الشوكولاتة النوتيلا بنجيب من بره فستق ولوز، او لو عندك عين الجمل اي حاجة بتخلطيها معاه بتدي طعم حلو. لو عندك بندق بتخلطيه معاه بتدي طعم حلو. اي حاجة من المكسرات بتدي معاكي طعم حلو. والشوكولاتة دي جميلة ممكن تعمليها وتحطيها في علب في التلاجة وولادك ياكلوا منها مع عيش فينو، مع قرص، مع اي حاجة. يعملوا منها سندوتشات الصبح وهم رايحين المدرسة. جميلة جدا بتستخدميها في الحلويات. واحنا خلصنا الشوكولاتة اهي، وتعالوا بقى نشوف تقل الشوكولاتة وشوف الشوكولاتة عاملة ازاي. جميلة جدا جدا وعجبت الولاد جدا. شايفين عاملة ازاي الشوكولاتة؟ تقيلة وجميلة وزي اللي بتشتريها من ورا. هتعملي لولادك شوكولاتة كتير في البيت وتوفري كتير. واحنا كلنا كبار وصغار بنحب الحلويات وبنحب الشوكولاتة بالذات. صدقوني انا لما عملت الشوكولاتة دي دقتها كانت تحفة تحفة. كتير كتير بعملها واحطها في برطمانات في التلاجة. بس بصراحة بقالي فترة ما كنتش بعملها عشان عندي ولادي شوية اللي ضرسه وجعه واللي اسنانه وجعاه. هنا بقى مقادير صينية الكيك. كوباية السكر وكوباية سكر، انا حاطة كوبايتين سكر. لو انت مش حابة حطي كوباية حسب الرغبة وحسب انت عايزاه. وكوباية سمنة. بتعملي بايدك يا ميسة والله العظيم. بص بقى بصراحة يعني انا بتعامل بطبيعتي في البيت، نسيت التصوير ونسيت كل حاجة. وهنا بقى نزلت ببيضتين بس يا ميسة، بيضتين. انا بصراحة مش بكتر عن البيضتين.
في اي صينيه كيك بستعمل بيضتين. طب ليه بيضتين يا ميسة؟ يعني هيبقوا قليل، احنا بنستعمل 4 وفي اللي بيحط 5. طب ما في ناس يا جماعه بتحطش البيض اصلا في صينيه الكيك ومش بتحبه، وبتطلع جميله وتحفه. والكيك الصيامي اللي بنعمله بيبقى من غير بيض خالص، فيعني الكيكه متبقاش واقفه على البيض. انا هنا كان ابني اجى وكنت بكلمه، فهنا بقى نزلت بكوبايه دقيق. يا رب تركزوا معايا بقى في دي، وكوبايه تانية دقيق، كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق، وكوبايه تالتة دقيق. طب انا بعمل كوبايه ونص وانا بعمل كوبايتين. انا بالنسبه لي حسب ما انتي موجوده عندك من عيله من اشخاص ومن كم واحد في البيت وكم فرد، فانا بعمل التلاتة دول عشان يكفوا ولادي. هنا نزلت بالدقيق وفتحت كيس بيكنج باودر عليه. مش بستعمل معلقه عشان التلات كوبايات بحط لهم كيس. وطبعا هننزل بالفانيليا. بصراحه الفانيليا دي انا والله العظيم دلوقتي بستعملها بحس ان انا مش جايبه فانيليا خالص والله. يعني يا ريت حتى لو انتوا تستعملوها بلاش منها. انا اعرف يقولوا نوع الفانيليا او استعملت قبل كده السايل حلو كتير كتير ونقطه واحده منه بتكفي، بس اوقات لو انتي نزلتي نقطه زياده في صينيه الكيك بتمرره، فهي دي المشكله معاه ان احنا بنكون مستعجلين. هنا بقى نزلت بمعلقه خل على البيكنج باودر. مش سالتوني ليه؟ هقول لكم ليه. لان معلقه الخل ما برضاش اقلب البيكنج باودر الا لما انزل عليه معلقه الخل، بيروح عامل زي نظام يعني غليان كده، بيخلي البيكنج باودر يفور معايا. وهنا نزلت بالشوكولاته ونزلت بكوبايه اللبن وهبتدي بقى اقلب. طبعا انا لما عملت الشوكولاته سبت حبه منها في الكبه، والباقي ايه نزلت بيه في الشوكولاته. واللي انا استعملته معاكم دلوقتي لما حطيت مع كوبايتين السكر كاكاو، شايفين لونه عامل ازاي، وبدات اقلبه. يبقى دلوقتي صينيه الكيك اللي انا عاملاها 3 كوبايات دقيق، كيس بيكنج باودر، فانيليا، معلقه خل، وطبعا معلقه شاي صغيره كده من الملح. ونقلب ونقلب ونزود لبن. مش عايزه اللبن اللي انت عايزاه تستعملي الميه، تستعملي اللي انت عايزاه، لان دي كيكه شوكولاته مش هينفع نستعمل فيها اي عصير برتقال. وهنا بقى كنت حطيت سمنه كده ورشيت شويه دقيق عليها في الصينيه ونزلت بالكيك. شفتوا بقى نزلت بالصينيه دي ازاي؟ عرفت انا عامله 3 كوبايات دقيق ليه؟ عشان الصينيه كبيره. هنا صينيه الكيك طلعت كان النور قاطع والله ما عرفت اصورها. وقمت هنا بقى نزلت عليها بالصوص بتاع الشوكولاته كله. طول ما انا شغاله كل شويه النور يقطع. ايه ميسة اللي احنا عاملينه ده؟ زي الولاد الصغيرين مش بيحبوا يرسموا، احنا نرسم في الصينيه زي ما احنا عايزين. هنا كان عندي شويه كريمه كاترين بنتي عاملاها، خدت منها شويه في كيس ونزلت بيها على صينيه الكيك. لان النور عندي جنب الطول كان بيفصل كتير. شايفين عملنا اشكال حلوه وخلاص، اي اشكال تفرح الولاد الصغيرين وخلاص. وهنا بقى كان عندي فرماسيه من اللي لونه كاكاوي اللي عامل فرماسيه شوكولاته، ونزلت بيه على صينيه الكيكه. طبعا اتصورت قبل كده يا لهوي انجزي انجزي. الصغيرين بيحبوها. 30 اقسم بالله. لو في حاجه فاتت معلش بقى والله، زي ما قلت لكم الكهرباء كانت بتفصل. هنا بقى كان في كام فراولايه كده مع ريم، خدتهم هنا قطعتهم وحطيتهم على صينيه الكيك. اي حاجه موجوده عندك، اي حاجه، تفاح، فراوله، اي حاجه في البيت، الولاد هيفرحوا جدا جدا. وصينيه الكيك هتطلع ليهم شكل جميل، وهنقدم لهم كيك وجاتوه في نفس الوقت جنب كوبايه شاي. ولو هم سهرانين بالليل هياكلوا منه. بصراحه كانت تحفه تحفه تحفه. جربوها ومش تندموا، ومش هتكلف معاكم كتير. عايز تعملي كوبايه ونص دقيق زي ما انت عايزه. يا ريت بقى يا جماعه زي ما وصلتوا معايا هنا ما تنسوش الاشتراك والمتابعه، ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت تفعلوا الجرس عشان خاطر ميسة بتتعب جدا 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 والله في الفيديوهات دي لغايه ما نجمعها ولغايه ما نشتغلها. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يسعد ايامكم دايما ويجعل ايامكم كلها سعيده وخير وهنا. مع الف سلامه.